بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اللازانيا. هنقول مكوناتها الاول. معانا نص كيلو مكرونه لازانيا. المكرونه دي نوعين، نوع بيتسلق والنوع التاني بيتعمل من غير سلق. انا معايا كده النوع اللي مش هسلقه. ومعانا كمان نص كيلو صدور فراخ مخليه. الفراخ برضو ممكن نعملها بطريقتين. يا اما نفرمها في الكبة، يا اما نقطعها قطع صغيرة جدا. وانا هقطعها صغير عشان بحس ان المفرومة بتبقى ملزقة كده في بعضها. هنبدأ الاول نقطع صدور الفراخ قطع صغيرة جدا. وبعد كده هنشوحها على النار، وهنجيب صلصة طماطم. ممكن احنا نسبك طماطم او نجيب صلصة عادي عادي. الاتنين هيمشوا. بس انا هجيب صلصة طماطم انا عاملاها في البيت. وبعد كده هنجيب ايه تاني من المكونات. طبعا بقى التوابل، الملح والفلفل والبابريكا لو حد عايز يحط شطة. مثلا نحط ربع معلقة من الجنزبيل المجفف. وطبعا زيت وسمنة، سمنة زبدة المتاح عندكم، من الاتنين هيمشوا. دي بالنسبة للمكون الأول اللي هو صدور البانيه. المكون التاني هيبقى عبارة عن بشاميل. طبعا كلنا بنعرف نعمل خلطة البشاميل، ودي طريقة سهلة. طبعا مكونات البشاميل هنجيب نص كيلو لبن واربع معالق دقيق وسمنة وزيت ومكعب مرق الدجاج. دلوقتي احنا قطعنا الفراخ قطع صغيرة جدا من البانيه. هنجيب سمنة ونسيحها، وهنحط عليها 4 معالق زيت. وبعد كده هننزل عليها بقطع الفراخ البانيه، ونشوحها كويس جدا على النار لحد ما تاخد صدمة. وبعد كده هنبتدي نحط لها الصلصة ونحط لها حبة مية، وهنسيبها تستوي على النار، ونبدأ في تحضير الخطوة التانية وهي البشاميل. بعد كده هنجيب الصينية اللي هنعمل فيها اللازانيا، وهنبدأ نحط طبقة من البشاميل في الصينية الأول خالص، ونرص اللازانيا بتاعتنا من غير ما نسلقها، وده بيبقى النوع اللي مش بيتسلق. وبعد ما نحط طبقة البشاميل وعليها طبقة لازانيا، هنحط طبقة من عصاج الفراخ المفرومة. هنا كده بنحط التوابل، عبارة عن ملح وأعشاب وفلفل اسود ومعلقة زنجبيل صغيرة، والشطة بقى حسب الرغبة. وبعد كده هنقعد نعملها عبارة عن طبقات. نحط البشاميل واللازانيا والفراخ، نرجع نكرر نفس الطبقة تاني من فوق لحد كده. احنا بنحط الصلصة دي انا عاملاها في البيت، مش صلصة مصنعة يعني.
هنحط حوالي 3 أو 4 معالق صلصة كبار. ونقلبها كويس، وبعد كده نحط لها ميه ونسيبها على النار لغاية ما تستوي، بس مش هننشفها قوي. هنسيب فيها حبة مية كده علشان المية دي او الصلصة دي هي اللي بتطر اللازانيا معانا، عشان احنا مستلقينها. فهنسيب عصاج الفراخ ده فيه صلصة عشان نشفه قوي. بعد كده هنعمل الخطوة التانية، وهي خطوة البشاميل. طبعا سمنة وزيت، وبعد كده هنسخنهم شوية حبة، وبعدين نحط عليهم 4 معالق دقيق. ونقلب لحد ما نحس ان الدقيق بدأ يغير لونه معانا. نطمن على العصاج بتاعنا، احنا هنقفل عليه كده عشان ما ينشفش مننا. كده قلبنا الدقيق، نحط له ميه ونقلب كويس جدا بالمضرب اليدوي علشان ما يحصلش كلكعة للدقيق. هو المفروض انا احط لبن سايب سائل، بس انا ما عنديش اللبن السائل، فبدوب اللبن في حبة مية صغننين كده واحطه على البشاميل. لازم نقلب كويس جدا، نحط معلقة من الملح صغيرة، نقلب، وهنا معلقة من الأعشاب، توابل، نقلب. وهنبدأ نقلب اللبن البودرة في المية ونقلبه ونحطه على البشاميل، نقلب كويس جدا. كل ما نقلب هيطلع معانا البشاميل ناعم مفيهوش اي كلاكيع من دي. بعد كده هنحضر الصينية اللي هنعمل فيها اللازانيا، ونحط فيها طبقة من البشاميل الأول خالص، وبعد كده هنبدأ نحط طبقة من اللازانيا زي ما انتوا شايفين كده، مش مسلوقة ولا حاجة. نحط طبقة من عصاج الفراخ،
وبعد كده طبقة من الجبنة المبشورة، واي نوع جبنة تفضلوه، سواء موتزاريلا او بارجيمان او اي نوع جبنة. هنا هنحط طبقة تانية من اللازانيا، وبعد كده هنحط عليها طبقة من الفراخ، وهكذا لغاية ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها. طبعا كتر من البشاميل، عشان البشاميل ده هو اللي هيساعد ان اللازانيا تطلع طرية ومستوية. هنحط بعد كده طبقة من جبنة المبشورة، وطبقة من اللازانيا، طبقة من البشاميل، وبعد كده هنحط طبقة لازانيا تاني، وطبقة من الفراخ، وطبقة من البشاميل، ونرجع نحط طبقة من الجبنة المبشورة، وهكذا. طبقة لازانيا، بعد كده هنحط طبقة كبيرة من البشاميل على الوش، وهتبقى الطبقة الأخيرة جبنة مبشورة، ونغطي اللازانيا بتاعتنا كويس جدا.
لازم نغطي اللازانيا ونضغط عليها علشان تطلع معانا طرية. وهنحط الطبقة الأخيرة اللي هي الجبنة المبشورة، نغطي الوش بطبقة كبيرة من الجبنة. وكل ما نكتر جبنة في صينية اللازانيا تطلع جميلة وطرية وزي بتاعة المحل بالظبط. هنا بنضغط على المكرونة علشان تشرب كويس. وبعد كده هنحطها في الفرن في درجة حرارة 200 لمدة تلت ساعة. وبعد كده دي كانت الصينية بتاعتنا. صراحة الولاد كانوا راجعين من المدرسة وكانوا جعانين جدا وما قدروش يصبروا لحد ما اقطعها. واضطريت ان انا اقطعها لهم وهي لسه خارجة من الفرن. وطبعا دي اللي اتبقت طالعة طرية الحمد لله وطعمها شهي. يا رب تكون الطريقة عجبتكم، ومتنسوش تعملوا لي لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. وان شاء الله نتقابل في اكلات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.